قررت اللي يقوموا بالعمل هذا عاطين يحبوه وراهم وش بإرادتهم. لقد تابعت أولا بأول التظاهرات. لا للخونة، لا للعملاء. عاش من عرض حضره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم ثمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش. والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو كمن ثمن التقدم والازدهار للأمة إنها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشرب. تخيلوا إن أنا ممكن أهد مصر ب2 مليار جنيه. السيسي يلوح بقدرته على هدم مصر ب20 مليون دولار. أنا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا إن أنا ممكن أهد مصر ب2 مليار جنيه. فهم استغربوا قوي. قلت لهم أدي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول ل100,000 إنسان ظروفه صعبة. ظروفه إيه يا دكتور مصطفى؟ أنزله يعمل حالة بكام؟ لو أنا مش هديله بقى 20، الدنيا غلت، هديله 1000 جنيه. هديله كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. ال100,000 يبقى بكام؟ ب100 مليون جنيه. أنزلهم كام أسبوع؟ أكمل 10 أسابيع بكام؟ بمليار جنيه. بكام؟ طب لو اديتهم 100 جنيه بس، أنزل مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع بمليار جنيه. أهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار. في ناس بتصرفهم في حفلة. ولا حكومة تهم ولا سجن يهم. ايوه يا اسطى. ارحل يا سيسي، ارحل يا سيسي، ارحل يا سيسي، ارحل يا سيسي. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. ازاي يحكمني السيسي؟ ازاي ده يبقى رئيسي؟ ده خسيس وعميل وبيقتل شعبه ونقبل بيه ازاي؟ مش ممكن اسيب الشارع ولا هقبل اكون يوم راكع. ازاي تحكمني بعارك وانت فاكرني هطاطي ازاي؟ وانا شايل رايتي في ايدي ما بخافش وقلبي حديدي. انا مصري شجاع ما اقبلش اتبع لخسيس يتحكم فيه. مهما يزيد ظلم العسكر جبروتهم مش بيأثر. انا صامت ثابت عاشق حلم الثورة ومؤمن بيه. ازاي يحكمني السيسي؟ ازاي ده يبقى رئيسي؟ ده خسيس وعميل وبيقتل شعبه ونقبل بيه ازاي؟ مش ممكن اسيب الشارع ولا هقبل اكون يوم راكع. ازاي تحكمني بعارك وانت فاكرني هطاطي ازاي؟ جايب انتخابات مضروبة، تزوير وعدالة مقلوبة. مش ممكن بعد النور والعدل نعيش في وطن مخطوف. يا بلاد انا بعشق ارضك وحياتي انا رهن اشارتك. مش ممكن اسيب العسكر يحرق يزرع فيك الخوف. وانا شايل رايتي في ايدي ما بخافش وقلبي حديدي. انا مصري شجاع ما اقبلش اتبع لخسيس يتحكم فيه. مهما يزيد ظلم العسكر جبروتهم مش بيأثر. انا صامت ثابت عاشق حلم الثورة ومؤمن بيه. ازاي يحكمني السيسي؟ ازاي ده يبقى رئيسي؟ ده خسيس وعميل وبيقتل شعبه ونقبل بيه ازاي؟ مش ممكن اسيب الشارع ولا هقبل اكون يوم راكع. ازاي تحكمني بعارك وانت فاكرني هطاطي ازاي؟
ازاي. الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل لقاء بقى حديث الوطن العربي كله، وفي حته مقطوعه هعرضها لكم دلوقتي هتستغربوها جدا، بس في الاول شوفوا بدأ اللقاء بايه. انا كنت بكلم الساده مجلس القضاء الاعلى الصبح. بيكلم الساده مجلس القضاء الاعلى، بيتكلم معاهم في ايه بقى؟ وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه، فهم استغربوا قوي. انت بجد يا ريس مستغرب ان هم استغربوا؟ يعني حضرتك قاعد مع مجلس القضاء الاعلى قلت لهم عايز اهد مصر، انا مستغرب ان انت مستغرب ان هم استغربوا. انت فاكر هم استغربوا ليه؟ كان عندهم سعر احسن مثلا، جايب لهم سعر كويس؟ قلت لهم ادي باكيته و20 جنيه وشريط ترامادول. ثانيه واحده بس يا ريس، انت ازاي مش خايف انك بتقول لبتوع مجلس القضاء الاعلى شريط ترامادول وباكيته بانجو؟ المكان كله مترشق ظباط يا ريس. وشريط ترامادول ل 100,000 ل 100,000 ل 100,000. هو الناس هنا بتسقف ليه؟ يعني حد طالع بيقول انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه بباكيته بانجو وشريط ترامادول. ليه بنسقف؟ يعني مفيش اي منطق يا جماعه في التسقيف هنا بجد. المبرر الوحيد ان الناس دي تكون بتسقف انها تكون ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. ل 100,000 انسان ظروفه صعبه انزله يعمل حاله. طب هو يا ريس اللي ظروفه صعبه مش المفروض ان احنا نقف جنبه وندعمه ونعمل له سياسات كويسه تضمن له حياه كريمه، بدل ما استغله واديله شريط ترامادول يخرب البلد؟ انا مش هدي له بقى 20، الدنيا غلت، هدي له 1000 جنيه. يا سلام يا ريس والله على حنيتك، يعني يوم ما تراعي ظروف الشعب تراعيها مع البلطجيه. هدي له كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. ال 100,000 يبقى بكام؟ ب 100 مليون جنيه. انزلهم كام اسبوع كامل؟ 10 اسابيع بكام؟ بمليار جنيه. طب لو اديتهم 100 جنيه بس، انزل مليون كل اسبوع لمده 10 اسابيع بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار. ايه ده انت عامل دراسه جدوى بقى معقوله يا ريس يوم ما تعمل دراسه جدوى تعملها عشان تهد البلد؟ ده انت ما عملتش في المشاريع يا راجل. تقول له اعمل المشروع يقول لك طب انا بس هعمل دراسه جدوى. ما بقاش عندنا وقت نفقده اكتر من كده في الدراسات. انت محتاج تعمل دراسه جدوى في ايه؟ انزل مليون كل اسبوع لمده 10 اسابيع بمليار جنيه بكام؟ انت تسال الراجل اللي وراك ليه بكام؟ هو اللي بيبيع لك ولا ايه؟ الراجل يعني خاف قام ردت فعلا مليار جنيه. مليار جنيه؟ هو مش في اول الفيديو يا جماعه قال 2 مليار؟ ان انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه. حتى في هد البلد بيحصل خنصره. بس شوف يا اخي المفارقه، بتوع تكافل وكرامه الدوله بتصرف عليهم 500 جنيه، البلطجيه اللي هياخدوا ترامادول وهيهدوا البلد بياخدوا 1000 جنيه. ممنوعات يا صاحبي، اوكازيونات يا صاحبي، اوكازيونات. وبكده يا جماعه يكون اول رئيس يبيع ممنوعات بعد الافريقي. يعني 30 مليون دولار في ناس بتصرفهم في حفله. والله انا اعرف ناس بتصرفهم في كوبري وجايين دلوقتي يعيطوا. زي ما نزلتهم، مش انا بقى، زي ما نزلوهم في ايوه فين؟ يعني مين يا جماعه نزل قبل كده ناس بترامادول وبلطجيه يخربوا في البلد؟ حصلت فين؟ مش مهم، كل واحد بقى واللي يجي في دماغه. بس بصوا القطعه الغريبه اللي هنا، بص نزلوهم في هقول كلمه اخيره وعشان ما اطولش عليكم اكتر من اللازم. خدت بالكم؟ هو في رئيس يا جماعه يطلع لايف يتقطع من اللايف بتاعه؟ طب ازاي؟ طب هو لما الرئيس ما بيقولش حاجه غلط ليه المونتاج بيقطع منه؟ الا بقى لو كان يقصد حاجه احنا مش عارفينها. المبرر الوحيد عندي للقطعه ديت انها تكون يا جماعه والله تاني اي راجل تمام شايف السيسي راجل ظالم وراجل مفتري يعمل هاشتاج عشان خاطر يتقلع من البلد، مش عايزينه تمام. والله اي راجل حر عارف الحق ويسكت عليه يستاهل ما يجرى له. الراجل ده خلاص قسما بدين الله لو قعد اكتر من كده مش هيبيع بيوتنا بس، ده هيبيعنا احنا شخصيا. ده راجل ظالم بيهددنا بالجيش اللي احنا بنودع عيالنا فيه، بنعمله للجيش، بنعمل الجيش عشان خاطر الاعداء اللي برا وعشان خاطر الدول الخارجيه. اما السيسي بيحاربنا احنا بالجيش، كل ما يتكلم يقول الجيش هو انت الجيش احنا عاملينه تمام عشان خاطر مصر ولا عشان خاطر شعب مصر. مين الجيش؟ ما ولدي واخويا واخوك والدنيا كلها جبنا حد من برا جايبين مرتزقه احنا هتسلطها علينا. الجيش راح يقف معاك وهيسيبنا احنا؟ انت حرام تمسك بلد زي مصر حضاره 7000 سنه انت تعمل فيها كده. اما راجع عمال يهد بيوتنا، طب انت فكرتش لما تهد البيت ده اللي ساكنه فيه الناس هتروح فين؟ ما فكرتش التفكير ده يعني؟ انت هديت لهم بيتهم، ما هم لو عندهم بيت ثاني هيسيبوها لك ولا هده مش مشكله، بس الناس ما عندهاش. فكرتش في حال الناس البلد اللي واقفه، الناس اللي مش لاقيه شغل، الناس اللي مش لاقيه تاكل؟ ما فكرتش فيها؟ انت مش هتحس بكده انك انت فتحت صدرك قلت انا هنبني قصور، ايوه
ده مش ليا، ده المصر. احنا نسكن فيها الكسور، مالنا ومال الكسور؟ احنا مالنا ومال المدن اللي انت هتعملها دي؟ الناس الغلبانه دي مالها ومال الكلام ده؟ الناس الغلبانه عايزه تشتغل وعايزه تاكل بعرق جبينها بحلال. انت بتدف الناس على الحرام وش. خلاص، ما انا كده كده الحال واقف، هنشتغل ايه؟ في غير الحرام قدامي؟ اذا كان الحلال احنا هنزق وزق وما نفعش، يبقى الحرام هينفع معانا؟ يا اخي اتق الله فينا، حرام عليك، اتق الله. انت حرام تمسك مصر. مصر دي اشرف منك ومن امثالك ومن اي حد تاني. مصر دي عايزه راجل، عايزه راجل، مش عايزه بلطجي، عايزه ناس. وما تتكلش على الشرطه والجيش، عشان الشرطه والجيش دول مين؟ احنا. انت فرد، اما الناس دي 100 مليون. انت لا قدر الله حصل حاجه في البلد، واقسم بالله ما هتقعد فيها دقيقه، والله العظيم اللي زيك انت ما راح يقعد فيها دقيقه تاني. احنا اللي قاعدين فيها. عايز تعمل فتنه بين الناس وبين الشرطه وبين الجيش، ليه؟ ايه اللي عملتها لنا؟ شفنا ايه منك غير كل سواد؟ من ساعه ما مسكت انت كل حاجه في الغلا، كل حاجه في الطالع، ما فيش خير شفناه على وشك. ناس كثيره طالعه تقول لي يا راجل خاف على عيالك يا عمي. خليت الناس يعني راكبها الرعب منك، ما حدش قادر يتكلم، ما حدش قادر يطلع يقول رايه. بس انا ما نخافش غير من اللي خلقني، الروح هياخدهاش غير ربنا، والواحد هيموت مره واحده، واللي معاك اعمله. انت راجل بلطجي ونتوقعوا منك اي حاجه. ويا ريت مش عزبه هي، خلى فلك المرحوم، ده بلد 7000 سنه حضاره، بلد ليها كيانها، بلد كان الكل يهيب منها. انت ما خلتلناش كرامه ابدا. تقوليش وطن ومش وطن، وطن من بلا شعب ملهش عازه، وشعب من بلا وطن ملهش عازه. حرام عليك. طول ما الشعب مرتاح، يعني انت بس الوطني والباقي كله مش وطني، انت اللي خايف عليها واحنا اللي مش عايزين نخاف عليها. طب احنا ما لناش غيرها. اما انت بفلوسك تقدر تعيش في اي مكان، اما احنا ما حلتناش فلوس، حلتناش غير ستر ربنا، ما حلتناش غيرها البلد دي. مش هنقدر نتخلوا عنها ومش هنقدر نسيبوها ابدا. هنعيش ونموتوا فيها. هنطلعوا صح نتغربوا برا، تمام، بس هنرجعوا لها. هنطلع نتغربوا برا عشان مش لاقيين حد حنين علينا في البلد، مش لاقيين لقمة عيش تسترنا، بس بنلفوا ونرجع نبوس ترابها. تمام، بنرجع نبوس ترابها. انت لا قدر الله حصلت في الامور امور ضيارتك يا باشا ولا برا. يا راجل حرام عليك، قبل ما تقول الكلمه امضغها. قبلك ده خليت الدنيا كلها تضحك عليك. طلعت في مؤتمر تقول انا ليه 10 سنين تلاجتي ما فيهاش ميه، لما تلاجتك انت ما فيهاش ميه، امال تلاجتي تاني فيها ميه؟ يا راجل حرام عليكم، يا راجل ارحم نفسك. انت ايه؟ حد مسلطك عليك طالع تقول لا والله العظيم لا احنا مش عايزينك يا عم، توكل على الله، احنا مش عايزينك والله العظيم. الناس ما عايزاك بس خايفه لا تتكلم. اللي هيتكلم دلوقتي عرفش طريق اهله، ما يعرفوش طريق جره، اهله ما يعرفلاش طريق جره. الناس خايفه من كده، الناس خايفه على عيالها، بس العمر واحد والرب واحد. الراجل اللي خايف ده خليه يقعد خايف لحد ما انت تركب عليه ركب. انت تعبت معانا وقرفت مننا، احنا فقراء قوي وما حلتناش اللضا عشان نديهولك. خلاص النزيف اللي انت عمال عايش فيه من بره ومن جوه تلم. امشي بقى، امشي بقى، مش عايزينك، مش عايزينك. عارف يعني ايه مش عايزينك؟ يا اخي حل عن سمانه بقى، كفايه كفايه بقى، حرام عليك حرام عليك. ايه انت عايز ايه مننا؟ عايز ايه اكتر من كده؟ مش عايزينك يا اخي، امشي بقى، غور في داهيه، غور بكرامتك بقى، غور بكرامتك بقى.